بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. استكمالا للفيديوهات اللي احنا بنعملها عن القنوات الناقلة لمباريات مصر في كأس العالم. النهارده بإذن الله هنتكلم عن القناة اللي نقلت مباراة مصر وبلجيكا اللي هي البين سبورت، وهتنقل إن شاء الله مباراة مصر ونيوزيلندا اللي هتبقى فجر يوم الاثنين القادم إن شاء الله، وهتذيع كل مباريات منتخب مصر على المفتوح ان شاء الله. التردد مش هو التردد اللي كان موجود اللي هو 11 او 12188. لا، في تردد جديد معمول، تردد تقريبا شبه خافي. يعني بتلاقي التردد طول اليوم وطول النهار القناه عامله شاشه سمراء زي كده. يعني القناه انا عندي مثلا قناه البينا اهي موجوده، بين سبورت هي اللي كانت زايعه مباراه مصر وبلجيكا، وهي دلوقتي مش شغاله، لكن لتنيها لحد قبل المباراه ب3 دقائق بالظبط، وبعدين تروح فاتحه على المباراه. علشان كده انا قلت اعمل لكم فيديو وعشان الناس تشوف ان الوضع هيبقى ازاي، ما يستناش قبلها فيديو استوديو تحليلي قبلها بساعه ولا نص ساعه. لا، هي ما بتنقلش اي استوديو تحليلي، هي بتنقل المباراه مباشره، وطول النهار بتبقى شاشه سمراء زي ما حضراتكم شايفين كده. انا هقول لكم على التردد وكيفيه اضافه التردد، لان هو تردد موجود وسهل وبسيط، يعني تردد قوي. واخد بال حضرتك؟ التردد 12 245 فيرتيكال 27500. هنيجي عايز اضيف التردد اهوت، باجي ادوس على المنيو اهوت، واخش على التركيب وادوس فيه اوكي، وانزل على قائمه الترددات ادوس فيها اوكي. ادوس على قائمه الترددات فيها اوكي. اجي هنا على اضافه القناه، بدوس على الاحمر واكتب التردد 1 2 2 4 5 27500 عمودي او فيرتيكال، وادوس اوكي. اوتوماتيك ساعه ما اكتبها هتلاقي الايه، الشاشه اداني جوده الاشاره وبقت واقفه عليها. اعلم ادوس فيها اوكي، اعلم فيها وبعدين ادوس على الازرق وادوس فيها اوكي، هينزل لي القناه في الاخر. وزي ما قلت لحضراتكم هتنزل القناه، ولو انت وقفت عليها دلوقتي هتلاقي شاشه سمراء طول النهار، مش دلوقتي، طول النهار. وقت ما تيجي تذاع المباراه هتلاقيها فتحت القناه. كده حضراتكم تشوف المباراه، مباراه مصر ونيوزيلندا ومصر وايران، ونقلت مصر وبلجيكا. في قنوات، في ماتشات كتيره هتذاعها عليها، مش الماتش ده بس، في قائمه من المباريات وفي جدول. ممكن بعد كده ان شاء الله هديكم الجدول بتاعه، هطلع الجدول وانزل كل القنوات اللي هتذاعها القناه المفتوحه دي. طبعا انا بتمنى لكم مشاهده ممتعه، واتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، وبتمنى لمنتخب مصر ان ربنا يكرمه ويوصل للدور الثاني. انا بشكركم وبتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.